حاسس الناس كلها بقت وحشه. حلو قوي. احساسي ان الناس كلها وحشه مش فكره الناس، فكره النضاره اللي انا بشوف بيها الناس. صحيح ان في ناس وحشه، ما بقولش كده، بس دايما ايه النضاره اللي انا لابسها وبص فيها للناس؟ ايه معتقداتي عن الناس؟ ايه معتقداتي انه الناس هتاثر فيا عامله ازاي؟ يعني الناس دي تقدر تاذيني فعلا، ولا في لا ان انا مثلا ربنا بيحميني ومفيش حد يقدر ياذيني بالشكل اللي هو ده؟ دايما اللعبه عندي عشان اسهل. لو الفكره في الناس انا عمري ما هقدر اغير الناس، بس لما اغير نظريتي انا للناس، اغير التعميمات اللي بعملها على الناس، اغير المفاهيم اللي طلعت بيها من حاجات وجعتني وكانت مجرحه وفعلا كانت ناس خاينه، بس مش كل الناس كده. فمحتاج دايما اراجع معتقداتي انا واغير النضاره اللي شايف فيها الناس. طول ما انا شايف انه الناس بشكل افضل، لانه كلمه الناس واسعه قوي، فانا كمان بختار مين الناس اللي في حياتي. اختار 3 4 5 دول الدايره بتاعتي المقربه اللي بحس معاهم بامان وبراحه. اهلا وسهلا، ساعتها اكون مرتاح. انا مش بتعامل مع الناس كلها ومش مطالب انه اتعامل مع الناس كلها. فانا من الاخر اعمل دوائر صغيره. دي الدايره المقربه اللي انا بحس معاهم امان، دي الدايره الاوسع اللي بنسال على بعض، دي الدايره الاوسع اللي هو سلام عليكم وخلاص ما بخشش معاهم في حاجه. فقسم الناس في حياتك لدوائر، ساعتها هتحس مش الناس كلها وحشه ولا حاجه، ولكن هبتدي اختار ناس معينه اشعر معاهم بالامان ويكونوا شبهي.